جلسة سرية، إنما في الواقع الجلسة كان موجود فيها ناس شافت وناس سمعت. هيخرج الكلام ده بره المحكمة طبعا هيخرج، لكن محظور النشر. النشر يعاقب عليه القانون. يوم شهادة عمر سليمان طلع موقع في الانترنت نشر بعض الكلام من الشهادة، لكن رجع سحبه على طول. وعلى اي حال انا ما اظنش انه كلام عمر سليمان كان فيه شيء جديد. انا بستنتج طبعا، مش بقول لحضراتكم معلومات، لان رئيس المخابرات العامة السابق، الاصح نائب رئيس الجمهورية السابق، كان اتسأل قبل كده في النيابة وقال اللي عنده، والتحقيق اتنشر في عدد من الجرايد وبقى رأيه معروف. ورأيه خلاصته ان اللي اطلق الرصاص على المتظاهرين لما قامت الثورة هم عناصر إجرامية بعضها وافد من الخارج. وأظن أن اللي قاله قدام النيابة هو اللي قاله قدام المحكمة. فيه شهود صحيح بتروح المحكمة تقول كلام تاني غير الكلام اللي قالته قدام النيابة، وده حصل بالفعل مع واحد من الشهود شفتوه حضراتكم، وشفتوا ازاي النيابة اتهمته بشهادة الزور، لكن المحكمة برأته لأن إنه يغير أقواله بين النيابة وبين المحكمة دي ما هياش جريمة. الجريمة إن الشاهد يغير أقواله قدام المحكمة ذاتها لما تسأله أكتر من سؤال فيجاوب عليها بإجابات متناقضة. خلاصته خلونا نفترض إن عمر سليمان قال في المحكمة اللي قاله قدام النيابة. أما بالنسبة لشهادة المشير، فأي حد من حضراتكم فتح الإنترنت من أوائل الشهر كان هيلاقي فيها في عشرات المواقع عنوان بيقول شهادة المشير التي أدلى بها قبل أن يتوجه إلى المحكمة. تفتح تلاقي الكلام اللي قاله المشير يوم تخريج الدفعة الاستثنائية في كلية الشرطة يوم 17 مايو اللي فات، يعني من أكتر من 4 أشهر. يومها المشير قال: احنا الحمد لله ربنا وفقنا، وده ما كانش قرار فردي، وما كانش قرار يعني عشوائي، لكن لا، كان في منتهى الصعوبة، واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا آراء بعضينا. والشيء المشرف ان كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب. المواقع اللي خدت الكلمتين دول وحبت تثبت بيهم ان المشير قال شهادته مقدما انه لا نفتح النار على الشعب، يعني انه كان في اوامر بفتح نيران على الشعب لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة رفض الاوامر، ما ظنش استنتاجها دقيق قد كده. تمام زي الواقعة اللي اتنشرت انه في يوم 28 يناير واحد من قادة سلاح الطيران سأل الفريق سامي عنان رئيس الأركان إذا كان مبارك طلب من القوات المسلحة إطلاق النار على المتظاهرين، فرد عنان إنه لا يمكن إطلاق النار على المتظاهرين. ده الحقيقة مش رد مؤكد على السؤال. يعني ممكن يكون في أوامر والجيش رفض، وممكن برضو إنه رئيس الأركان بيتكلم عن ان قرار القوات المسلحة بصرف النظر عن ان مبارك ادى امر ولا ما اداش امر، قرار القوات المسلحة هو عدم اطلاق النار على الشعب. ده بالظبط الحال مع التسجيل بتاع المشير في كلية الشرطة اللي سمعناه دلوقتي، لا نفتح النار على الشعب. ممكن يكون معناه انه ده القرار اللي خده المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 28 يناير لما طلب مبارك الساعة 4 بعد الظهر من الجيش انه ينزل. لكن هل مبارك طلب من الجيش يضرب المتظاهرين بالنار ولا ما طلبش؟ ده اللي ما كانش واضح في الخطبة، ولا كانش واضح لغاية النهاردة الصبح، لغاية اما بدأ المشير شهادته.